السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا احلى مشتركين في الدنيا. النهاردة هنعمل معاكم السبانخ بالطريقة القديمة، طريقة سهلة جدا وبسيطة، طبعا طعمها في منتهى الجمال. واللي يشوف الطريقة بتاعتي النهاردة ما ينساش يعمل لايك ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. وبيشرفني وجودكم لو بتشوفوني لأول مرة، يا ريت ما تنسوش تفعلوا الجرس. يلا بينا، تعالوا بقى كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا برحب بكم كلكم، ويلا بينا كده على بركة الله نشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده بنجيب حلة نحطها على النار، واحط بقى فيها ايه معلقتين سمنة، اي مادة دهنية عندك، يعني سمنة، زيت، اي حاجة انتي عايزة تحطيها حطيها. تمام كده. هتسيبيها بقى لما تسيح كده، السمنة تسيح. وبعد كده تكوني طبعا محضرة على جنب كده بصلاية مقطعاها قطع صغيرة كده. هنا ايه السمنة هي بعد ما ساحت كده، انا طبعا محضرة بصلة كبيرة مقطعاها قطع صغيرة. هنزل على طول بالبصلاية في السمنة دي. هننزل بيها كده. بعد ما ننزل بالبصلاية كده نقلبها كده ايه لحد ما تاخد تشويحة بسيطة كده. طبعا نسيت اقول لكم ان انا حاطه معاها توم، فص توم كده مفروم مع البصلايه. هنشوح البصل بس يا دوبك، يعني لونه يعني يا دوبك هو يدبل بس. تقلبي بقى كده في البصلايه لحد ما تدبل معاكي، ماشي. طبعا كلنا عارفين القيمة الغذائية للسبانخ. طبعا السبانخ ديت فيها حديد. بتروحي عند الدكتور مثلا لو عندك انيميا ولا حاجة، الدكتور بيوصفها لك وبيوصف لك العسل الاسمر والكبدة كل حاجة بتسمر. السبانخ ديت طبعا حاجة مفيدة جدا للجسم، وطعمها بيبقى جميل. تنزلي بقى باللحمة، تنزلي باللحمة كده. طبعا اللحمة تاخد لها تشويحة كده في البصل لحد ما يتغير لونها بس كده، واسيبها بقى شوية كده. لو عايزة مثلا سنة طياب كده ولا حاجة علشان متاخدش وقت معانا. انا غطيت عليها كده، محضرة طبعا انا محضرة طبعا مثلا زي كوبايتين ونص طماطم كده، صلصة طماطم. بتنزلي بعد كده بقى بعد ما اتشوحت اللحمة، نزلت عليها بالطماطم، نزلت على اللحمة بالطماطم. وهسيبها، زودت شوية مية صغيرين اللحمة، يعني زودت على الطماطم شوية مية صغيرين. وهسيبها مع نفسها كده تاخد وتدي لحد ما تدينا ايه، ما تدينا القوام بتاع التسبيكة اللي احنا عايزينه. هسيبها خالص، هغطي عليها واسيبها. هعمل طبعا جنبها رز، هعمل الرز لحد هي ما تتسبك. انزل عندي بالتوابل بتاعتي اللي هي فلفل اسمر وبهارات مشكلة او بهارات عادية، يعني زي الحاجة اللي عندك حطيها. ومش هنزل بالملح لان هي اصلا السبانخ تحسي كده اللي هي بتبقى مملحة شوية. يعني كل ما انت حتى ما تغليها، لو انت مش حاطة عليها ملح تحسي ان انت حاطة عليها ملح ياما. فالملح مش دلوقتي اصلا عشان كمان اللحمة ما تجلمسش معانا يعني. هسيب بقى الحاجة دي كلها مع بعضها كده على النار. لو عندك مكعب مرق دجاج برضو حطيه، مفيش مكعب مرق دجاج حطي نص معلقة سكر صغيرة، معلقة شاي يعني، نص معلقة وخلاص.
طبعا هنا انا كنت غسلت السبانخ قبل ما اقطعها. ما ينفعش تغسل بعد ما تتقطع لان بتضيعي كده انت القيمه الغذائيه اللي فيها. انا غسلاها وغسله طبعا كزبره، ربطه كزبره. غسلاهم وصفيتهم خالص ومحضراهم على العمايل على طول. سبتها بقى ايه في المصفى كده تصفي ميتها. وخلي بالك لان السبانخ اكتر حاجه بيبقى فيها رمل، تغسليها مره واتنين وتلاته وتتاكدي ان الرمل اللي فيها خلاص طلع، لان ساعات بيبقى فيها رمل وبيبقى فيها طين كمان. انا كده بشوف كده اللحمه والتسبيكه عملت ايه، فاضل بس شويه كمان. هسيبها شويه كمان وارجع برضو ايه، وهرجع اشوفها تاني. اغطيها بقى كده واسيبها شويه وارجع تاني عشان اشوفها. اهو البخار معلش مداري شويه على الكاميرا، بس انا كده ايه يعني تقريبا كده حلوه ولونها حلو يعني. شوفوا اهو، وهي كده اتسبكت. طبعا هنزل انا بقى ايه بالسبانخ وعليها طبعا ربطة كزبرة. انا مقطعه الكزبرة وحطها في السبانخ يعني. هنزل بهم الاتنين في الحلة. طبعا السبانخ بتبقى ايه مالية الحلة وهايشة كده، بس اول ما تغطي بالغطا بتبص تلاقيها تهبط خالص يعني. شوية دولت هيصفصفوا على يا دوبك طبق واحد ولا حاجة. نزلنا بقى بيهم كلهم كده السبانخ والكزبرة، اللي بهم كده ايه تقليبة كده حلوة. وحتى لو ما قلبتهمش هي هتهبط لوحدها وكله هيتجانس مع بعض. بصوا لونها جميل ازاي. ولما تشتري السبانخ تجيبيها خضرة كده وحلوة، ما تجيبيش السبانخ اللي هي الدبلانة دي. بصوا اهو، تفضلي تقلبي فيها كده، تجيبي الطماطم من تحت كده لفوق، بس هي اصلا طبيعي. بصوا حتى تحس ان هي بعد ما كانت ماليه الحله خست شويه ميه صغيرين خالص. ولو عندك شوربه ممكن تبدلي بشوربه. تمام كده. تغطي بقى انت كده الحله بتاعتك وتسيبيها. سبتها بقى ايه شويه صغيره خالص، ما يجيش 5 دقايق. وبرضو بصيت عليها تاني عشان اشوف ايه يعني ايه اللي تم. اهي بصوا خست ازاي اهو، خست خالص. حطيت طبعا على طرف المعلقه كده ايه ملح، سنه ملح صغيره خالص، عشان السبانخ زي ما قلت لكم يعني هتحدق كده شويه معاكم، لان هي اصلا من موالح يعني. هتبص لو حطيتي ملح ياما مش هتبقى كويس في الغليان اصلا. برضو طعمها بيبقى حادق شويه. اهي بصوا بقى، شوفوا اهي جميله ازاي كده في النهايه. وهوريها لكم برضو وانا حطاها في الطبق. هي بصوا جميله خالص وطعمها بجد في منتهى الجمال. في بقى ناس بتحط لها معلقتين رز، في ناس بتحط حمص طبيخ، في ناس بتحط معلقتين عدس، في ناس اي حاجه في ناس بتحط معلقتين مكرونه. تمام كده. وفي ناس بتعمل طشه، بس انا عملتها بالطريقه اللي امي عودتني عليها وطعمها طلع جميل وبألف هنا وشفا.